السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس رامي محمد بخصوص زراعة التين الشوكي على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. أظن أنت كل ما بتشاهد فيديو عنده بتتنشط وتبقى عايز فعلا بيكون حافز ليك إن أنت يكون عندك أرض زراعية يكون عندك مزرعة تين شوكي. أنا بصور لك من كل مزرعة، من كل شكل، كل مزرعة شكل، يعني مش بحدد لك مزرعة واحدة ورقت فيها، لا كل مزرعة. انا بصور لك من ارض الصحراوي حاليا، ارض طريق مصر اسكندريه الصحراوي. المزرعه عمري 7 سنين، تمام. فانا بديك حافز، انا بديك حافز، بديك ان انت تشتغل، بديك باور رهيب كمان ان انت تشتغل، بديك ان انت تستثمر في التين الشوكي، بديك ان انت تستثمر في التين الشوكي. ليه؟ لان انا بنصحك زي ما انا اتنصحت. انا بديك نصيحه، انا كنت برضو خدت بالنصيحه دي وعملت بيها، فانا بديها لك دلوقتي. انتهز الفرصه، انا بقول لك انتهز الفرصه قبل ما تخطي خطوات تعبانه، وابدا خطوات صح. لو انت خطيت الخطوات التعبانه على قد ما تقدر عدل، على قد ما تقدر عدل، تمام، على قد ما تقدر عدل. ليه؟ كاستثمار ناجح، كخساره عن نفسنا وغيرنا زيرو خسائر. بقول لك انا بتكلم اهو عن نفسنا وغيرنا زيرو خسائر، ما حصلش في تاريخ حياته انه خسر. اوكي؟ فانت لما بتستثمر في زرعه زي دي ومضمونه، انت بتعدي المراحل الصعبه كلها من حياه ارضك الزراعيه، تمام. اوكي، انا لما بيجي يكلمني عميل او اي حد عايز يشتري ارض، بيقول له والله يا باشمهندس رامي انا جالي ارض في المكان الفلاني والراجل باعت لي الصور والشكل، اقول له ابعت لي الصور، الاقي زرع وبطيخ وكمثرى وخوخ، اشكال جميله جدا، حاجه تفرح تخليك تروح تشتري الارض وانت مغمض. فبتدي اقول له ايه؟ اقول له لما تروح هناك اعمل نفسك زياره. اقول له لما تروح هناك اعمل لنفسك زياره تكلفتها مثلا 500 جنيه عليك، هتخسر من جيبك 500 جنيه، تمام. اقول له هتعمل حاجه بسيطه، انت رايح الارض دي راح تشتريها، راح تشتري ارض زراعيه، ارض صحراويه، فانت هتقف في الارض هتبص يمين وشمال، لقيت في زراعات ناجحه اتوكل على الله واشتري. طب ما لقيتش ناجح، اذا المكان ده فاشل، سيبه وامشي، سيبه وامشي. ليه؟ لان انت مش هتبقى فيه لوحدك، لازم يد مساعده ويد عامله او عماله او الكلام ده، في حركه في المكان عشان تعرف تنجح. ما تاخدليش ارض في مكان لوحدك وتلاقي نفسك مفيش لا، لازم مساعده ليك. فانا بقول لك اي حد هيشتغل في التين الشوكي تعال وشوف بنفسك على الطبيعه، شوف نجاحه قبل ما تخطي اي خطوه، شوف النجاح اللي فيه، شوف استثماره، اسال عنه في الاسواق، شوف الموسم بتاعه قد ايه. اسرع موسم اتاري على مستوى العالم، موسم سريع جدا، في لحظه ما تلاقوش في السوق وفي لحظه تلاقيه في السوق. زرعه سريعه جدا، ليه؟ عليها طلب، ثانيا ما بتقعدش، مفيش قاعده ليها، وده مجرد ايه؟ ده سوق محلي فقط، يعني يا دوب شغالين على السوق المحلي. فانا بكمل معاك، طبعا انا داخل على الطريق الصحراوي اهو، الكوبري قدامنا، بنكمل مع بعض يعني. فانا بقول لك انت كده كده زرعه سريعه، انتهز الفرصه وخليك انت اسرع منها، ما تبقاش قاعد تجرب والناس تجرب فيك، انتهز الفرصه وخليك اسرع منها انت، واشتغلها ونظمها واهتم بيها. انا بقول لك اهو، ايه معنى كلمه اهتم بيها وانت بتقول لنا يا عم رامي ما بتكلفش؟ يا عم، هي اهتمامها مثلا 15%، اديها 15%، لكن في زرع اهتمامها 100%، هي عايزه ال 15%، كل اللي طالبان منك ال 15%، مش عايز اكتر من كده. اديها ال 15% اللي هم عباره عن شويه التسميد اللي في فتره الصيف وشويه الري اللي في فتره الصيف، فقط لا غير، هم دول. لان انت عندك 6 شهور تصويم بدون ميه نهائي وبدون خدمه وبدون تكاليف، فهي مش محتاجه منك الا شويه دول. فانا لما بديك نصيحه استثمارك في التين الشوكي، اعرف انا بديك حاجه صح ليك، حاجه. انا ماشي في ارض دلوقتي قدامك صخريه، ارض ما كانتش تشفع ولا تنفع لاي حاجه خالص، بص فاشله، فاشله من الدرجه الاولى. انا ماشي قدامك صخر كلها، دي وضعها، ما سلكش فيها الا التين الشوكي، طفليه ما سلكش فيها الا التين الشوكي، رمليه ما سلكش فيها الا التين. ليه؟ هو يجود في اي تربه،
تجود زراعته في اي تربه، ما عندوش اي مشكله. انا ماشي معاك، يعني الارض دي بتجيب فلوس محترمه. زي ما انت شايف كده الصخر قدامك كده، والحجاره دي كلها حجاره، ده في صخر تحت. دي الحاجات اللي طالعه على الوش كده، اللي بدات الرمله تقل منها وهي تطلع فوق.